يبقى زي ما اتفقنا، حرف السي لما بيجي وراه حرف متحرك بيتنطق كي، زي كلمة كايرو. زي كلمة ايه؟ وايه كمان؟ شاطرين. يلا سقفوا لنفسكم. صباح الخير. صباح الخير. ستاند اب. اقعد. مس روح، عايز اتكلم معاكي كده في موضوع. اتفضل. الحقيقه الموضوع اللي جاي اكلمك فيه صعب شويه، بس ما باليد حيله. بس والله انا ما ليا دخل بالموضوع دوت، والحكايه كلها خارجه عن ارادتي. خير يا حضرة الناظر، في ايه؟ صاحب المدرسه بلغني اننا نستغنى عنك. استغنى؟ ليه؟ ايه اللي انا عملته؟ شوفي يا روح، انا هفهمك كل حاجه. انت غاليه عندي وزي بنتي، بس هقول ايه بقى؟ حكم القوي. بس وعديني الكلام اللي هقوله لك دلوقتي يفضل ما بيني وما بينك. اوعدك. انت سمعتي عن تاجر سمك كبير اسمه عظيمه؟ اه، انا كده فهمت كل حاجه. انا مش عايزك تزعلي، انا عايزك تشوفي حل مع الراجل ده، لان واضح ان في مصالح بينه وبين صاحب المدرسه. ربنا يعمل اللي فيه الخير. قلبك ابيض بقى يا جلال. خلاص والله امي قالت لي انها هتعمل لك اللي انت عايزه. ما تزعلش روحك واخذ الشيطان، والله دي عين وصابتنا. عادي، جه عليا قوي اهمك، جه عليا وعلى كرامتي، وانا ما حدش يجي على كرامتي ابدا. عمال كل شويه في الراحه والجايه يقول لي يا طبال يا طبال. ماله الطبال؟ ما انا سبت الشغل بامر ابوكي ومستحمل القرف اللي في البيت ده كله عشان خاطر مين؟ عشان خاطرك انت، عشان خاطر بحبك. ايه؟ واحد غيري كان قال لي قولي لابوك يجيب لنا بيت بدل الحق اللي احنا قاعدين فيه ده. يا حبيبي انت تستاهل الدنيا كلها، وانا بقول لك كرامتك فوق الكل وفوق علي واللي جابوه، بس عشان خاطري اقعد كده واستهدى بالله. حاضر حاضر، نقعد ونستهدى بالله ونستحمل قرف تاني. طب عشان خاطري بس روق كده يا جلال. انت عارف ان انا ماليش غيرك، وحياتي فك. همت، اخرجي بره وسيبيني لوحدي. لا مش هسيبك لوحدك. طب اقول لك اخرج فك عن نفسك شويه. مش عايز اشوف حد ولا اشم زفت. طب امسك، والله لا انت خارج وغلاوتي عنك. خلاص بقى. لا عشان خاطري. خاطرك غالي عليا يا جميل. بس ما تتأخرش. عينيا. لم الهدوم بقى، ها؟ ماشي. لازمتها ايه الزغرة اللي زغرتها لي قدامهم دي؟ ولا انت خلاص ما بقيتش عارف تتعامل معايا زي البني ادمين؟ لازمتها ان انا راجل عاوز سري ما يبقاش مكشوف قدام حد، واللي ما بيني وما بينك يا ميادة ما ينفعش يبقى على المشاع. هو انت بتقولي الكلام ده ليه؟ دول اهلي والناس اللي ربوك، يعني مش غرب. وانا جوزك لما اقول لك ما حدش يعرف يعني ما حدش يعرف. كفايه ان انا مستحمل بقالي 6 سنين بلف على الدكاتره ومفيش حاجه بتحصل. هو انت متعصب عليا كده ليه؟ ليه محسسني ان انا في ايدي اجيب لك العيل وانا اللي مانعه؟ ما انا عايزه زيك بالظبط. وبعدين الحمد لله يا اخويا انا شخص سليم. امال في السعاده ميادة اعمل لك ايه؟ ما انت اللي بكيتني في الرايحه وفي الجايه، وابقى ماسكه لساني واقول يا بت ما تحسسيهوش بالنقص. ادخلي البسي وسيبيني دلوقتي. حكمتك يا رب. ده انا كل اللي بتمناه من الدنيا عيل يشيل اسمي، عيل يكمل سلسالي ويبقى امتداد ليا يا رب. والعمل يا صابر 3 أسابيع اهو ما فيش سمكية دخلت المحل. العمل عمل ربنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا صابر ده يا صابر، بالك قد ايه يا راجل ما بتدفعش الضرايب؟ ده غير ايجار سنة متأخر. طب انا ممكن اصبر على الايجار، لكن الحكومة ما تستناش. وعلى يدك يا معلم عظيم. الدنيا ضيقة يا معلم، وبعدين ما انت محرج على التجار ما ينزلناش ولا طاولة بسارية حتى.
ما هو صابر مش عايز يريح قلبي ويقول لي مبروك. ساعتها هدفع له الضرايب ومش عايز منك ايجار وانزل لك بضاعه من غير حساب. ساكت ليه يابا؟ مش هتقول للمعلم على الرد؟ شوف يا معلم عظيمه، جواز مني مفيش، والحركه اللي عملتها وقطعت عيشي من المدرسه انا عارفه انك وراها، بس يكون في علمك انا مرتبطه زي ما بلغتك قبل كده، والليله دي قرايه فتحتي. ازاي الكلام ده؟ انا واخد راي وكيلك وموافق. وكيل مين؟ انا وكيل ابويا. مش عامله لك حساب يا صفوان. ايه اللي انت بتقوليه ده يا روح؟ هو انا مش وكيلك؟ وكيلي بأمارة ايه؟ احنا نعرف عنك حاجه؟ بتشوفنا؟ طلع نفسك من الحكايه دي يا صفوان، انت من ساعه ما رميت نفسك في حوض المعلم واحنا ما نعرفش عنك حاجه. لا حول ولا قوة الا بالله. وانا لما اشتغل مع الراجل واكبر ابقى مش تمام وبعمل حاجة غلط؟ وبعدين انا اخوك عايز اطمن عليك واسدتك. طب يا اخويا ما تسد اللي على ابوك. هو الراجل اللي مضايقني ومضايقن ابوكي جاي ومادد ايده وانت اللي رافضه. معلش يا معلم عظيمه، انا في حد متكلم عليا. مين ده يا بت اللي متكلم عليك؟ اشرف زميلي هيتجوزني على سنه الله ورسوله. انت بتبقى الواد الاهبل الاهطل ده على المعلم عظيمه، اتجننتي؟ صفوان، الراجل جاي داخل البيت من بابه، وانت المفروض تقف جنب اختك وتفرح لها، وانا كمان افرح لها. انا راجل بفهم في الاصول، بس لو الجوازه دي ما تمتش انا اولى بيكي، وده اخر قول عندي. مبروك. يا دكتور طمني، ايه الاخبار؟ للأسف الشديد نتيجة الحقن المجاري بتقول إن الأجنة ما سبتتش. يعني ايه يا دكتور؟ يعني كل الفلوس اللي بندفعها دي ورايحين جايين على العلاج وتحاليل وفحوصات وحقن مجاري ودواء وكل ده على ما فيش؟ حكمة ربنا. حكمة ربنا تقول ان انا يبقى معايا الفلوس دي كلها ومش عارف اجيب حتة عيل افرح بيه. ربنا قال لكل داء دواء. لو انت ما عندكش دواء سيبنا نسافر بره مصر. يا أستاذ علي صدقني، بره زي هنا، بس ممكن نحاول مرة كمان. ولا حاول ولا ما حاولش. يلا ميادة. استنى بس يا علي، لازم نشوف حل اللي عندك ده. دلنا يا دكتور على مكان مشهور يكون عالج حالات زيه. سيبينا شوية ميادة. ليه بقى ان شاء الله؟ ايه اللي هتقولوه ما ينفعش اسمعه. سيبينا شوية ميادة، يلا. حاضر. اهدى يا أستاذ علي شوية. أنا مش عارف أنت إزاي مستحمل كل ده. ليه مش عايز تقول لها الحقيقة وإن المشكلة عندها هي؟ ما ينفعش يا دكتور، ما ينفعش. ما اقدرش اكسر بخاطرها. هي في الاول وفي الاخر بنت عمتي. فاجيبها في نفسي احسن ما مرر عيشتها ونفسيتها تتعب. صدقني أنا ما شفتش حد بالنبل ده في كل الحالات اللي بتجيلي. عموما أنا عندي حلين، لما تصبر معايا شوية ونحاول مرة كمان، لما تتجوز واحدة تانية وتخلف.